حكيمي ونيمار، مزاح بريء يثير غضب الجماهير السعودية. أثار اللاعب أشرف حكيمي موجة من الانتقادات والغضب من قبل الجماهير السعودية بعد تصريح غير مفهوم أثناء مقابلة تلفزيونية مع زميله نيمار، حيث أبدى حكيمي في تصريحه لنيمار أنه إذا قال السلام عليكم سيتم تقديم 500 يورو له من قبل ناديه الجديد الهلال. هذا التصريح أثار ردود فعل غاضبة واسعة من الجماهير السعودية، خصوصاً إن نيمار انضم إلى الهلال مقابل مبلغ ضخم. تسبب هذا التصريح في تفاعل سلبي مكثف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقدت الجماهير السعودية بشدة هذا النوع من المزاح الذي يعتبر غير لائق في هذا السياق، خصوصاً وأن انتقال نيمار إلى الهلال كان قضية حساسة ومهمة بالنسبة للجماهير. مع مرور الوقت تبين أن حكيمي كان يقصد المزاح فقط، وأنه لم يكن ينوي الإساءة إلى مشاعر الجمهور الهلالي أو السعودي بشكل عام. قد يكون هذا التصريح ناتجاً عن سوء تفاهم أو محاولة لإظهار العلاقة الجيدة بين اللاعبين. في الختام، يظهر هذا الحادث مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة انتشار المعلومات والأخبار. من المهم أن نكون حذرين في تفسير ونقد الأحداث، وأن نتجنب التسرع في إصدار الحكم دون معرفة السياق الكامل وراء الأحداث.